بص يا صاحبي، في حكايات بتتسمع وتتنسي، وفي حكايات لما بتسمعها بتغير حياتك للأبد. بس في نوع تاني من الحكايات، نوع لما بتسمعه بتبقى انت جزء منه وعمرك ما تنساه. انا هحكي لك الحكاية دي، بس اوعى تقفل النور، عشان لو النور اتطفى ممكن تلاقيهم جنبك. يا ترى ايه هو اغبى قرار ممكن تاخده في حياتك؟ بالنسبة لمحمد وحسين وهنا وفريدة وأدهم، كان القرار ده هو دخولهم القصر المهجور اللي على طريق البحر الأحمر، ولعب لعبة الويجا لمجرد اللعب والهزار. كل الناس في المنطقة كانت عارفة قصة القصر اللي اتحرقت جدرانه بكل اللي موجودين فيه، بس فضل واقف كأنه مستني ضحايا جديدة. كان القصر قديم وشاهد على مجزرة مريبة. بطل المجزرة دي هو محمود ابن البواب. كان شاب مختل، كان بيحب بنت صاحب القصر، بس هي رفضته بشدة، هي وباباها وكل العيلة. مش عشان كان فقير أو ابن بواب بس، لأ، لأنه كان مختل ومهووس بالسحر الأسود. في الليلة المشؤومة قفل أبواب القصر على كل العيلة وحرقهم كلهم وهم عايشين. قبل ما ينتقم من العيلة لجأ محمود لساحر غامض، طلب منه قوة تقدر تمكنه من الانتقام منهم. هو متخيل إن هم ظلموه عشان رفضوه، بس البنت فعلا ما كانتش بتحبه، لأنه كان مهووس بالسحر الأسود وكانت بتخاف منه جدا. الساحر اداله لوح خشبي محفور عليه تعاويذ شيطانية، بس قال له تحذير. قال له يا محمود، ده مش مجرد لوح خشبي عادي، ده بوابة بين العوالم، اللي بيستخدمه بيديله قوة للسيطرة على الأرواح، لكن لكل شيء تمن. للأسف محمود ما فهمش حقيقة اللي بيملكه، لكنه استخدم اللوح لاستدعاء روح شديدة تساعده في الانتقام. ولما قتل العيلة، للأسف ساعتها كان فتح باب ما عادش ينفع يقفله تاني، باب خلى روحه محبوسة جوه القصر مع كل أرواح ضحاياه. الويجا ما كانتش مجرد لعبة، بالعكس كانت المفتاح اللي خلى اللعنة حية لحد النهاردة، وكل اللي يستخدمها بيعيد فتح باب الجحيم تاني اللي مخفي جوه القصر. القصر ده أي حد هيدخله أو يعرف سره الأسود، أو أي حد حاول يكشفه، عمره ما هيرجع زي ما كان. في ليلة سودة في نص الليل، شلة الأصحاب محمد وحسين وهنا وفريدة وأدهم دخلوا القصر بعد المجزرة دي ب40 سنة. دخلوا علشان يلعبوا ويجا، علشان بس يحسوا بأجواء مرعبة. هما ما كانوش من النوع اللي بيصدق أصلا بالحكايات بتاعة القصر الملعون والأرواح اللي محبوسة فيه والكلام ده كله. هما كانوا جايبين ويجا علشان يهزروا ويشوفوها فعلا هتحضر ليهم عفاريت ولا لأ. على حد كلامهم، ما كانوش عارفين إن مش هما اللي اختاروا لعبة ويجا، لأ، هي اللي اختارتهم وجابتهم للقصر هنا. أول ما دخلوا القصر لقوا جدرانه كانت متفحمة، كانت فيها ريحة غريبة، مش بس ريحة التراب والرطوبة والحريقة، لأ، ريحة زي ما يكون ريحة الموت. ولسه الزمن مشلهاش. قعدوا على الأرض وولعوا الشموع وحطوا لحويجة في النص. محمد ابتسم بسخرية. مستعدين بقى نكلم العفاريت؟ هنا ضحكت وقالت له احنا بنتكلم مع الهوا. بس ما كانوش عارفين ان الهوا هو اللي كان بيسمعهم. اول ما حطوا ايديهم على المؤشر الجو بقى تقيل، الشموع بدأت تتهز، ريحة الحريقة خنقتهم اكتر. محمد قال بصوت ثابت وعالي، في حد هنا؟ في روح معانا؟ المؤشر بدأ يتحرك ببطء، وبعد كده بقى أسرع. المؤشر راح لكلمة نعم. حسين ضحك. حد فيكم بيحركها صح؟ لكن مفيش حد فيهم رد، لأنهم كانوا كلهم متجمدين من كتر الرعب. هنا سألت بصوت بيترعش، مين؟ مين معانا هنا؟ المؤشر اتحرك بسرعة وكتب حروف اسم محمود. محمود ده اللي قتلهم؟ الشموع فجأة كلها اتطفت. الصوت ده كله اتسمع في المكان، صوت ضحكة بشعة، ضحكة جاية زي ما تكون جاية من العدم. وبعد كده سمع صوت خبط وصوت خطوات في الدور اللي فوقهم.
أدهم بص لفريدة وقال: في حد فوق. فريدة وشها بقى أبيض وهي بتهمس وبتقول: احنا المفروض لوحدنا، مفيش حد في القصر غيرنا. لكن الحقيقة انهم ما كانوش لوحدهم ابدا. قبل ما حد فيهم يتحرك الباب بتاع القصر اتقفل بقوة، وسمعوا صوت من بعيد بيقول: مش هتخرجوا من هنا زي ما انا ما خرجتش. القصر كان بيتحرك، الجدران كان بيطلع منها صوت زي صوت صريخ الأرواح الأبرية اللي ماتت في القصر. كانت بتستغيث، كانت بتقول لهم: حررونا، طلعونا من القصر، احنا بنتعذب بقالنا سنين. وفي لحظة ظهر شخص عند السلم، مش بني آدم، لأ، كان طوله غريب، جسمه متفحم، عيونه كانت عاملة زي جمرتين النار، كانت بتطلع شرر من كتر ما هو كان شكله مرعب، كان عامل زي الدخان. رفع ايده، الشموع كلها ولعت لوحدها تاني بس بلون أزرق باهت. هنا شهقت: ده محمود، ده حقيقي. الكائن اتكلم بصوت خشن، كأن الكلمات خارجة من زوره متفحمة، وقام قايل: انتم السبب، انتم اللي فتحتم الباب، واللي يفتح الباب لازم يدفع الثمن. وفجأة أدهم طار في الهوا بإيدين مش باينة، وفي حاجة كانت بتخنقه، عيونه كانت بتتحول للون الأسود، جسمه كان بيتشنك كأنه بيتكهرب. هنا صرخت وهي بتحاول تمسكه، لكن في قوة خفية سحبتها لورا. فريدة وقفت مكانها مش قادرة تتحرك. بس محمد فهم إن الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخلصهم هي لوحة ويجا نفسها، لأن روح محمود كانت بتحاول تحافظ على لوحة ويجا بأي شكل، كانت عايزة تاخدها، كانت اللعنة محبوسة في لوحة ويجا من جوه. محمد جري ناحية لوحة ويجا وهو بيسمع أصوات الأرواح بتصرخ من وسط الجدران: كسروا كسروا. لكن محمود صرخ بصوت شيطاني: لو كسرتوه مش هخرج لوحدي. بس للأسف تدميره ما كانش سهل. أول ما محمد مسك لوحة ويجا بدأت اللوحة تنزف دم، القصر نفسه بدأت حيطانه تهمس كأنها بتتوسل لمحمد إنه ما يدمرش اللوحة. بس محمد ما استناش لحظة، مسك اللوحة وكسره نصين، بس اللوحة رجعت تاني سليمة. اتجمعوا كلهم حوالين بعض وولعوا في اللوحة بالنار وهما بيقروا قرآن. في اللحظة دي لوحة ويجا اتحرقت، وفي نفس اللحظة الدنيا كلها اسودت، الأرض اتزلزلت، ومحمود صرخ صرخة تقطع القلب قبل ما يختفي وسط دوامة كبيرة من النار السوداء. بعد لحظات كل شيء وقف، صوت صريخ الأرواح سكت، كأنها ارتاحت واتحررت ولقت السلام، وخرجت من حبستها اللي كانت محبوساها في القصر من سنين وسنين. خلصوا من العذاب أخيرا. وبعدها باب القصر اتفتح لوحده، كأن القصر كان بيطردهم لأنه كان غضبان إن اللوحة اتحرقت. خرجوا يجروا وينهجوا مش قادرين ياخدوا نفسهم من كتر الرعب، وهم بيحاولوا يفهموا ايه اللي حصل وهم مش فاهمين حاجة. ده كل حاجة كانت هزار، ليه كل حاجة قلبت فجأة؟ ما كانش في حد فيهم مصدق في لحظة إن ممكن يحصل لهم ده. لكن قبل ما يلقطوا أنفاسهم، حسين اللي كان ساكت طول الوقت رفع راسه وبص لهم بابتسامة غريبة، وبعد كده قال لهم بصوت مش صوته، قال لهم: أنا هنا، أنا دلوقتي معاكم. يا ترى دي كانت النهاية ولا يا دوب كانت مجرد بداية جديدة للعنة؟